القصة دي حقيقية وموجودة فعلا في سجلات الشرطة في منطقة في العالم محدش متأكد هي فين بالظبط، لكن أغلب الناس بتقول إنها في شرق آسيا، اسمها غابة النسيان. في سنة 2014 بدأت البلاغات توصل عن ناس بتختفي بعد ما يدخلوا الغابة دي. الشرطة دخلت تدور، لكن الغريب إن كل فرقة بحث كانت بتدخل كانت تطلع ناقصة فرد أو اتنين، ولا في دم ولا في جثة ولا حتى أثر. في شاهد عيان واحد بس، شاب من أهل المنطقة كان داخل يصور الغابة عشان يوثق، ولما خرج بعد ساعتين وشه كان أبيض جدا وصوته بيتقطع من كتر الخوف. قال إن الغابة كانت بتتنفس، الأشجار بتتحرك كأنها حية، والأرض تحت رجليه كانت بتغوص كأنها بتسحبه لتحت. وقال كمان إنه شاف حاجة جوه الضباب شبه الإنسان، بس جسمه متغطي بالطين والأعشاب وبيتحرك بصوت غريب زي همهمة الأرض. ولما حاول يجري كل الطرق كانت بترجعه لنفس المكان. بعدها بأسبوع الشرطة لقت الكاميرا بتاعته عند مدخل الغابة، لكن الشاب نفسه اختفى. الملف اللي اتسحب من الكاميرا كان مدته 6 دقايق، وفي آخر ثانية في صوت واضح جدا كان بيقول ما تدخلهاش، هي مش غابة. ومن بعدها السلطات حطت يافطة مكتوب عليها ممنوع دخول الغابة، المنطقة غير آمنة. لكن لحد النهاردة ناس من وقت للتاني بتختفي حوالين نفس المكان وكأن الغابة لسه بتاخدها. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس واستنى فيديوهات اللي جاية.